السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم محمد فايز من قناة مشاور. كنا الفيديو اللي فات أو من حوالي أسبوع ونص كنا عملنا فيديو بنتكلم فيه عن برنامج باند كام، وإن هو من أفضل برامج التسجيل وأنا عن نفسي بستخدمه حاليا. كنا بنتكلم عن البرنامج ده وعرفنا ازاي ننزله ونسطبه وازاي نفعله كمان. ف في ناس كتيرة ومنهم ناس زمايلي قالوا لي على برنامج OBS ستوديو. فأنا النهارده جاي أشرح لكم وأقول لكم إزاي ننزله، وننزل لكم كمان النسخة الأصلية كاملة. ده بالنسبة للناس اللي عندها ويندوز 10. أما الناس اللي عندها ويندوز 7 فتقدر تستنى بس عليا النهارده بالليل أو بكرة. إن شاء الله هنزل فيديو للناس اللي عندها ويندوز 7، لأن إحنا في ويندوز 10 عشان ننزل ونثبته أول حاجة هنروح لحاجة اسمها مايكروسوفت ستور اللي هو عندك تحت بالمنظر ده، يا اما هتيجي هنا في السيرش وهتكتب مايكرو سوفت ستور هو ده. فلو جيت هنا واتكيت على اوبن وفتحته كده، هو انت اول ما تفتحه ممكن يطلب منك تسجيل دخول، فانت هتروح وتسجل الدخول. هتعمل حساب مايكروسوفت، لو مش عندك هتعمل حساب مايكروسوفت وهيفتح معاك البرنامج عادي جدا. زي ما انت شايف البرنامج فيه مكتبة العاب ضخمة، ده للناس اللي عايز مثلا تلعب العاب ما تنزلش بقى العاب، او من الناس اللي هي الكمبيوتر بتاعهم موظفاه للشغل بس وهم عايزين ألعاب خفيفة. في نفس الوقت عندك البرامج اللي انت محتاجها كلها زي الواتساب، الانستا، التليجرام، التيك توك، شات جي بي تي لو انت عايزه برضك. كل ده موجود اهو زي ما انت شايف. لو جينا على ابس هنلاقي برضك مكتبة كبيرة جدا من البرامج اللي انت ممكن تحتاجها، سواء صناع المحتوى بيحتاجوها او للاستخدام الشخصي. تمام. هنا هتلاقي في حاجة اسمها موفي ميكر ابس. انت المفروض انك هتيجي تقعد تدور هنا على الاو بي اس ستوديو، ولكن انا هقول لك تبحث من هنا، تروح عند علامة البحث اللي فوق وتكتب او بي اس ستوديو، هتلاقيه ظهر لك بالمنظر ده. هتلاقي ده الاو بي اس ستوديو بتاعك. هتيجي هنا وتقول له انستول، فهيقول لك getting ready وهيبدأ يثبت وينزل البرنامج. فانا زيكم يعني انا برضو بثبته اول مره اهوت وبنزله اول مره. انا استخدمته قبل كده طبعا، بس انا مسحته من عندي لاني بستخدم باند كام، لان انا برتاح في استخدام باند كام عن او بي اس ستوديو. ولكن في ناس كتير بتحب او بي اس ستوديو بسبب ان هو زي ما تقول او ممكن نقول ان هو بيفيدهم في حوار الستريم او اللايف. الناس اللي بتعمل لايفات على اليوتيوب او التيك توك او يعملوا ستريم بيحتاجوا او بي اس ستوديو. ولكن أنا مش محتاجه لأن ما باعملش لايفات ولا ستريمات، فأنا مش محتاج أنزّله. هو حاليًا زي ما أنتم شايفين نزل بيعمل installing أو بيعمل تثبيت. بعد ما يتثبت هنرجع له تاني، نوقّف بس الفيديو مؤقتًا. هي جات من عند ربنا، هنا بيقول لك yes هتقول له yes، وكده هيبدأ التثبيت بتاعك. زي ما أنتم شايفين كده البرنامج اتثبت معانا زي ما أنتم شايفين. فباجي هنا على سطح المكتب بالاقيه متثبت معايا، لو ما لقيتوش على سطح المكتب هتيجي هنا في الsearch بتاعك وتقول له OBS studio، هتلاقي البرنامج اهو، تقوم قايل له open وهيفتح معاك. تمام. احنا دلوقتي اتكلنا على البرنامج، المفروض البرنامج بيفتح. انا بنصح اي حد الجهاز بتاعه ضعيف او متوسط، فئة متوسطة او ضعيفة، ما يشغلش يعني ما يعتمدش على البرنامج ده، لان البرنامج ده تقيل جدا وبيستهلك من موارد الجهاز جدا، لان هو في الطبيعي اصلا برنامج للاستريمات واللايفات. فما تعتمدش عليه بشكل يعني ما تعتمدش عليه قوي. هو هنا بيقول لي فيه تحديث، فانت لو عايز تعمل تحديث بتك ابديت، لو انت عايز تعمل سكيب فبتعمل سكيب من هنا، او بتقول له ريمايند مي لو انت عايز تخليه يذكرك لاحقا. انا عن نفسي بشرح دلوقتي فمش محتاج اني اعمل ابديت او تحديث للبرنامج. بعدها نطلع كده، هنا بيقول لي اوبتمايز، هتيجي هنا بيقول لك optimize for streaming recording is secondary. هنا بيقول لي اليوزر انفورميشن اللي هو معلومات الاستخدام.
فأنت هنا هتخلّيها على أول واحدة وبعدها تقول له next. بعدها هنا بيقول لك الresolution بتاع الشاشة بتاعك، أنا هنا 2280 في 1024 الفريمات. أنا مثلًا هنا بيقول لك either 60 or 30 but prefer 60 when possible، يعني هنا بيقول له خلّي الفريمات على 60 أو 30 بس المرجح أكتر 60. هنا بيقول لك 60 or 30 prefer high resolution، يعني هنا هتخلّيها 60 أو 30 بس يعني يبقى مركّز على الresolution أو الدقة بتاع الشاشة. فأنا عن نفسي أنت ده اختيارك أنت وحسب محتواك. فأنا عن نفسي مثلًا هاختار 60 فريم بسبب الشروحات وأقول له next. بعدها هنا الservice، سيبك من هنا. هنا لو أنت مثلًا بتعمل stream هتختار يوتيوب، بتعمل فيسبوك لايف أو restream أو تويتر أو هتيجي هنا على show all وتشوف كله. ما علينا، أنا كده خلاص خلّصت. هنا بقى هنبدأ نشرح البرنامج. هنا بيقول لك الaudio mixer وهنا بتشوف الميكروفون بتاعك، شوف الميكروفون بتاعي هنا بيتحرك أهوّة. وهنا الديسكتوب أوديو ده الصوت بتاع الكمبيوتر بتاعك مش الميكروفون أو الspeakers بتاعتك. تمام. هنا هتلاقي في حاجة اسمها start streaming لو أنت هتبدأ الstream بتاعك، وهنا الstart recording لو أنت هتبدأ التسجيل. هنا بيقول لك start virtual camera للناس اللي بتستخدم كاميرا في المحتوى بتاعهم، وهنا هتلاقي حاجة اسمها studio mode. وهنا بتبقى يعني زي ما تقول كده بيبقى هنا في المشهد اللي أنت بتشوفه دلوقتي والمشهد بتاع اللي في البرنامج. تمام. هنا بيقول لك في transition اللي هو الانتقالات والfade، وعندك الcut هنا. فدي حاجات كلها هنبقى نشرحها في فيديو منفصل عشان وقت بس الفيديو. تيجي هنا في الsetting أهم حاجة، عايزين نشرح بس الsetting أهم حاجة. هتلاقي هنا في حاجة اسمها الlanguage، وهنا بيقول لك اختار اللغة. أنت عندك كل اللغات هنا ما عدا لأ، عندك اللغة العربية. فأنت ممكن تحوّل البرنامج للغة العربية، بس أنا عن نفسي بافضّل الإنجليزية عمومًا يعني. تمام. هنا هتلاقي الثيم أو شكل البرنامج، هتلاقي هنا بيقول لك dark والّا gray والّا light والّا يامي. يامي ده الdefault يعني هو ده الافتراضي. هنا هتلاقي حاجة اسمها open state dialog on startup، بلاش تفتحها، هيجيب لك رسالة كده بيشرح لك فيها البرنامج أول ما بتفتح البرنامج. هنا بيقول لك hide OBS window from screen capture، يعني أنت هنا هتخلّي الواجهة بتاع البرنامج تختفي ساعة ما يبدأ التصوير. هنا بيقول لك updates، هنا دي حاجة ليها علاقة بالupdates بتاعك. بيقول لك update channel، يعني أنت اختار هنا لو أنت عايز النسخة اللي هي بتبقى نسخة كاملة والّا النسخة اللي هي البيتا اللي هي بتبقى النسخة نازلة تجريبية. فأنت هنا تخلّيها على الstable وهنا automatic check for update هنا. هنا بيقول لك يشوف في تحديثات نزلت جديدة تلقائي. لو أنت عايزه يشوفها تلقائي تخلّي في علامة صح، لو أنت عايز ما يشوفهاش تلقائي تشيل علامة الصح. تمام. هنا عندك الoutput وهنا المخرجات اللي هو بقى الفيديوهات بعد تصويرها. هنا بيقول لك show confirmation dialog، start streams هنا تبع الstream. الخيار الأول والتاني إن هو بيجيب لك رسالة بعد الstream، وهنا رسالة بعد التسجيل. هنا بيقول لك automatically record when streaming، يعني هنا بيقول لك وأنت بتعمل stream تسجل برضه. وهنا هتلاقي في حاجة اسمها source alignment snapping، وهنا ديّة أظن يعني ما حدش بيستخدمها كتير، فإحنا ممكن نفوّتها دلوقتي. هنا الprojector لو أنت بتستخدم projector أو تعرض على projector، هنا هتقول له hide cursor over projector، يعني أنت هنا هتخفي الماوس بتاعك أو الcursor أو السهم بتاع الماوس. هنا make projector always on top، هتخلّي الprojector أو التسجيل بتاعك فوق أو علامة التسجيل اللي بتبقى فوق الشاشة. هنا save projector on site، يعني أنت بتعمل save بعد ما تخلّص الproject بتاعك أو التسجيل بتاعك هيسيّب لك وبعد ما تعمل له edit وكده على البرنامج. هنا بيقول لك limit on full screen projector per screen. وعندك هنا الsystem tray، هنا هتخلّيه على enable. هنا هتختار enable، بعدها هتلاقي minimize on system tray when started. لأ هنا مش هتعمل عليها علامة صح. هنا always minimize to system tray instead of taskbar، هنا برضك هتشيل علامة الصح. تمام. هنا بيقول لك الpreview، سيبك من ده كله. سيبك من ده كله وشيل العلامة دي كمان من علامة الصح من هنا كمان. تمام. هنا هيكون تقريبًا خلصنا كل حاجة. هنا الstudio mode،
ده الناس اللي بتعمل edit على البرنامج في الإستوديو بتاع البرنامج، وأنا ما باعملش بصراحة، فما عنديش خبرة في الموضوع. هنا عندك حاجة اسمها stream، وهنا الoutput. هنا بتختار simple والّا advanced. advanced ده بيقول لك الaudio track، عايز تعمل تراكات بتاع الصوت بتاعك وهو بيخرج. هنا بقى يعني حاجات بتبقى أكتر تفصيليًا أكتر، لكن لو أنت هنا في الsimple أو أنت واحد بتسجل شروحات زيي مثلًا، هنا الفيديو bitrate هتخلّيها على 2500 زي ما هو، والaudio bitrate هنا هتخلّيها على 160 أو 192، اختار حاجة من الاتنين. عندك هنا الفيديو encoder الsoftware، حسب الفيديو encoder ده حسب اللي عندك، حسب نوع المعالج اللي عندك، تمام. وعندك هنا الencoder preset، هنا very fast والّا faster والّا fast. هنا بُص، هنا هو شارح لك هو ذات نفسه بيقول لك ultra fast يعني بيقلل من استهلاك المعالج، بس بيجيب لك جودة قليلة. هنا الsuper fast هنا يعني زي ما تقول يعني نُص استخدام معالج أو جودة أو متوسط استخدام معالج، في نفس الوقت متوسط جودة. هنا الvery fast هنا برضُك medium CPU usage وstandard quality يعني quality مقبولة. هنا الfaster هنا كل ما بتعلّي ال بُص، كل ما أنت نازل لتحت كده، كل ما أنت نازل لتحت هاشرحها لك بقى بطريقة بسيطة. كل ما أنت بتنزل لتحت كده، كل ما الجودة بتعلى والاستهلاك بتاع المعالج بيعلى. فأنت بقى شوف الأفضل ليك، وأنا عن نفسي باسيبها على الdefault وخلاص. هنا enable custom encoder setting، هنا لو أنت بتعمل encoder على أي منصة، تمام. هنا الaudio encoder، هنا الAAC ده حسب برضك الencoder بتاع الصوت بتاعك. هنا في الrecording التسجيلات، هنا بتحط التسجيلات بتاعتك، بتختار مكان تحط فيه التسجيلات بتاعتك وتقول select folder. آآ هنا بيقول لك generate file name without space، يعني أنت بتكتب اسم البرنامج من غير مسافات. تمام. هنا الrecording quality same as stream، نفس اللي في الstream والّا high quality وmedium file size. هنا بقى بيخيّرك ما بين حاجات في الخصائص بتاع الملف بتاع التسجيل، تمام. هوقف هنا بقى أو هنيجي على الأوديو بقى هنشرحها لكم آخر حاجة. هنا الsample rate بتخلّيها على 48 كيلو هرتز اللي هي 4800 هرتز. هنا بتخلّيها على وهنا الchannel بتخلّيها ستيريو يعني صوت محيطي مش mono أحادي، لأ أنت هتخلّيها ستيريو محيطي. وهنا هتخلّي decay rate هتخلّيها على fast، تمام. هنا هتيجي في الفيديو تختار هنا الresolution بتاع الفيديو بتاعك، وهنا الoutput resolution هتخلّيها برضك على نفس الresolution بتاعك برضه، تمام. هنا هتلاقي الFPS، وإحنا زي ما إحنا قُلنا نخلّيها على 60 FPS، تمام. هنا هتلاقي الhot keys أو الاختصارات، هنا الstream، هنا بقى بتختار وليكن هنا الstart recording. أنا مثلًا هابدأ recording وليكن بالshift مثلًا، هابدأ أو هاعمل stop recording، هاعمل بقى stop للrecord بتاعي مثلًا وليكن بحرف الM. هنا الBears اللي هو مثلًا هاخلّي التسجيل يُقف مؤقتًا، هتخلّيها مثلًا وليكن بالAlt، وبعدها بتتّك apply بعدها OK، وكده أنت ضبّطت الإعدادات بتاع البرنامج بتاعك، وأنا هاعمل فيديو تفصيلي أكتر للإعدادات دي، تمام. كده يبقى خلّصنا الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبك. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعّل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهارده كده شرحنا OBS Studio لWindows 10، Windows 7 إن شاء الله هانزّل لكم الطريقة بتاعة التثبيت بتاعه، أو هاحط لكم رابط تحت الفيديو وخلاص، عشان لو ما فضيتش هاحط لكم رابط تحت الفيديو تحميل لWindows 7، تدخل وتحمّل البرنامج تثبّته تحميل مباشر والتثبيت مباشر على طول، هتدخل تثبّته وتبدأ البرنامج زي أي حد. آآ الحمد لله كده خلّصنا الفيديو بتاعنا، يا رب يكون عجبك تاني مرّة أهوّة، يا رب يكون عجبك. لو عجبك ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وتفعّل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أشوفك إن شاء الله في فيديو جديد.